بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في سلسله علاج خشونه المفاصل او الوقايه من خشونه المفاصل. وصلنا لمرحله ازاي الاكتشاف المبكر للمرض، ودي اهم مرحله في الموضوع نفسه. ان العيان بيبقى عنده، انا بفاجئ بعض عيان جاي لي في الدرجه الثالثه او الدرجه الرابعه، اقول له معقوله ما كانش عندك الام قبل كده؟ يقول لي ما كانش. طبعا كان عنده الام، بس ممكن يكون الام محتمله. واحد كان عنده الام مع الحركه، مع طلوع السلم، مع نزول السلم، وهو ما حاولش حتى يشوف القصه ايه. فبنقول اكتشاف مبكر عن طريق ان انا بعمل كشف كلينيكي، او بعمل اشعه اكس راي عاديه خالص 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 وغير مكلفه، او بعمل بعض الفحوصات اللي هي تحاليل الدم، اطمن اذا كان في العين عنده حاجه هي اللي عمل الخشونه ده ولا لا. يعني في عيان جالي قريب كان عنده خشونه في الركبه، واحد الزملاء عمل له علاج وخد حتى حقن موضعي في الركبه، وقال له الحقن الموضعي ما جابش نتيجه خالص، لان اتضح ان كان عنده روماتويد مفصلي هو السبب في خشونه الركبه. فالاكتشاف السبب المرض، ان هو عنده عامل مرض زي الخشونه ده مهم جدا. يعني هل في عنده مرض تاني زي روماتويد، عنده نقرس، عنده املاح كالسيوم، عنده صدفيه، عنده اي مرض مناعي، او عنده حاجه في الركبه بس هي عملت الخشونه دي؟ ده مهم جدا. يبقى اول حاجه اكتشاف مبكر. اتنين، عرفنا ان المرض عندنا فيه خشونه، ازاي نقي من الخشونه بقى، وازاي ان احنا نتجنب اسبابها، وازاي ان احنا نحاول نحافظ على مفصل الركبه، وازاي نعالجه. ده المهم بقى نتكلم فيه ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.